بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الفل، صباح الجمال، وصباح النشاط، وصباح السعادة لقلوبكم. يوم جديد مليان خير وهنا وسعادة يا رب. ما تنسوش تدعوا ربنا فيه بالستر والصحة، وإن شاء الله إن ربنا يخلي لنا أولادنا وأزواجنا ويطرح في بيوتنا البركة. النهاردة هجرب معاكم منتجات كده، يمكن أنا اتأخرت شوية في الاستخدام المنتجات دي أو إن أنا أشتريها، بس بأمانة في واحدة حبيبتي وصاحبتي وطلبت مني إن أنا أجربهم. قلت لها خلاص يا دعاء انا هجربهم ولو تمام هقول الصراحه كلها. فانا بقى تعالوا يعني عندي حاله ذهول كده. تعالوا بقى عيشوا معايا اللحظات دي وشوفوا شويه الفوط دي بتعمل ايه. اولا المنتجات دي منتجات اسمها جرين واي، شركه اسمها جرين واي. هسيب لكم لينك الصفحه بتاعه دعاء فاروق، هسيبه تحت في صندوق الوصف. حد محترم جدا جدا، تقدروا تتعاملوا معاها وتوفر لكم كل حاجه انتوا عايزينها. دي علبة يا جماعة فيها 3 فوط، واحدة للإزاز وواحدة للأطباق وواحدة يعني عايزة أقول عليها لهلوبة للدهون والبقع وللسجاد والمفروشات وكل حاجة. فأنا قلت بقى هجربها كده، وأنا مش يعني أنا مش إيه، مش مصدقة إن ممكن فوطة تمسح وتلمع وتشيل بقع وتشيل دهون والكلام اللي انا سمعته ده كله. فقلت خلاص اجرب. فانا كنت بصور فيديو عن تنظيف وصيانه الغساله، ما تنسوش ان شاء الله الفيديو اللي نازل حاجه كده حلوه قوي قوي، هيفيدك. انت مش هتصدقي ان كل ده موجود جوه غسالتك. فانا بس ده اول قطعه منها، اول قطعه منها اهو. تعالوا شوفوا. فتحت بس كده، اللي عنده غساله فوق اوتوماتيك وعنده نفس التوشيبا دي، غساله نوعها توشيبا. فبصوا انا لقيت المنظر ده، فقلت خلاص استخدم الفوطه كده ونشوف الفوطه هتعمل ايه. فابتديت بقى ان انا جمعت بس الوبره كده على جنب اللي هي لقيتها موجوده، وهبدا اقول بسم الله واشوف بقى الفوطه بتعمل ايه. من اول مسحه يا جماعه، اول مسحه كانت شالت التراب وشالت الوساخه دي بقى متراكمه. يعني مش تراب بس، دي في اريال وفي حاجات متكتله. انتوا هتشوفوا بنفسكم، تابعوا الفيديو الجاي ان شاء الله. اي حد عنده غساله فوق اوتوماتيك مش بتنضف الغسيل، او ريحه الغسيل عندها مش نظيفه، انا لقيت كارثه جوه الغساله بامانه، كارثه كارثه. شوفوا انا بعمل روتينات وشغاله معاكم، تنظيف الغساله ده يومي عشان بظهر بيه معاكم. لكن انا لما فتحت الحاجات دي وعملت لها صيانه، انا جات لي صدمه من المنظر. وفعلا عرفت الغسيل ممكن ما ينضفش ليه، او ان هو يطلع ريحه مش مستحبه. فاول حاجه مسكتها كده طوقتها بقى كده من على الوش، ودي اول خطوه في خطوات الصيانه، بالفوطه اللهلوبه الحلوه العسل. طب قلت لا خلاص، دي حاجه بسيطه وسهله وعادي ممكن تعملها اي فوطه ناشفه تانية. جيت بقى عند البوتاجاز، عندنا مشكله في البوتاجاز. انتوا عارفين ان انا بغسل البوتاجاز بتاعي كل يوم ونضيف، ما قدرتش اوسخه، يعني ان انا اوسخه وادمره عشان ابين الفوطه. بس في حاجات بقى عندي بقع كده تحت العيون، ربما احيانا ما بشيلش العين، يعني عايزه اصور فبمسح كده البوتاجاز من على الوش. ركزوا في البقع الصفراء، مالكوش دعوه بالبقع السوداء دي، هتطلع. بس انا عايزه اوريكم بس البقع بتاعه الدهون نفسها. اول ما مسكت الفوطه كده يا بنات، من الناحيه الخشنه، هي ليها نوع ناحيه ناعمه وناحيه خشنه. اول ما مسكتها بس كده من الناحيه الخشنه، وابتديت ان انا بايديا كده، انا ولا بدعك ولا اي حاجه، لا بصوا النقط الصفراء كلها اللي موجوده، حتى الفتحات اللي انا بمسح فيها دي هتلاقي لون النحاس بتاعها اتغير. انا ما اعرفش هم حاطين لها ايه، بس بصراحه هي زي الفل. في بقع بقى عنيده دي ملهاش علاقه بالفوطه، عشان بس ما تقوليش انا بقول لك معلومه غلط. انا هقول لك كل حاجه النهارده بصراحه، وانتوا عارفين ومتعودين مني على الصراحه. البقع اللي هي الحروق الجامده قوي قوي قوي، يعني في البوتاجاز الحروق ما تطلعش، لكن بقع الدهون كلها بتطلع. بالدليل ان لو مسكتي الفوطه دي وجبتي الشفاط بتاعك اللي مليان دهون هيطلع كله. البوتاجاز بقى تابعيني لغايه اخر الفيديو، هتشوفي ان كلامي صح. ممكن البقع السمراء دي ما تطلعش، بس انا برضه طلعتها بالاستمرار وقعدت ادعك فيها. بصوا يعني بقول لكم سحر. شوفوا كل اللي كان حوالين الزرار بتاع الاشعال دوت، اللي احنا ايدينا مش بتطوله دايما، فالفوطه بصراحه بقيت بعمل كده بصباعي الاقيها دوبت الدهون اللي موجوده. ابتدت مره في التانيه في التالته افرك كده فيها، تطلع وتبقى زي الفل. رجعت الحمد لله بوتاجازي. السحر بقى كله، يعني اللي يخليكي فعلا تشتري فوطه زي دي، المشكله اللي كلنا بنقع فيها واللي كلنا خايفين منها او وقعنا فيها، هي الاستيكر او الطوب الحراري اللي احنا عاملينه على الحيطه. ولما شلته كان تحتيه دهون بتاعته، ما رضيش تطلع ابدا. والله يا بنات، والله يمكن دي احلى حاجه انا فرحت بيها النهارده للامانه، هي في الفوطه انها نظفت لي السيراميك مطرح البقع، او مطرح اللزق بتاع اسمه ايه، الحيطه الحراريه دي اللي احنا عاملينه في المطبخ. كمان حاجة، طبعا لما بنيجي نغسل البتاع الحراري ده مش بيتغسل، يعني لو جبتي سلكة او ليفة وغسلتيه هتلاقيه باظ ولونه راح.
سهلت عليا قوي. انا اول ما مسحته كده كل البقع الصفرا اللي كانت عليه بالفوطه طلعت وبقت زي الفل. فيعني الفوطه دي لهلوبه زي ما بيقولوا بجد. انا ما خلصتش لغايه هنا. انا كل ما كنت اعمل حاجه ابقى عايزه اجرب حاجه تانية، حاجه اصعب، حاجه انا عشان خاطر لما اطلع بفيديو للناس ابقى عارفه او ابقى صادقه في كل كلمه انا بقولها. هنا بقى دي شرائح كده سألتها دي بتعمل ايه، قالت لي دي للتعقيم وللرخام وللملابس. شفت ناس كتيرة بتحطها جوه الغسالة عشان البقع اللي في الغسيل. انا بقى رحت جايباها حطها، بصوا بتدوب ازاي يا بنات. شوية مية عادية، يعني دي مية مفيهاش اي حاجة خالص، شوية بخاخة فاضية مية عادية، وانتي بتحطيها بتلاقيها في ثواني دابت كده وبقت ايه زي رغاوي كده. وتبدأي بقى تعملي بيها ايه، شوفوا الرخام هيلمع ازاي، شوفوا الجمال والنظافة والحلاوة. هبدأ بقى ارش بيها على الرخامة. سيبك بقى من اللمعان، انت مش متخيله الريحه اللي انا شماها بتاعه التعقيم. ريحه كده حلوه قوي قوي، نظافه وتعقيم، يعني هتعجبك قوي قوي. جربي ان شاء الله ان انت تعمليها وشوفي الفرق هتعمل معاكي ايه. بصوا الرخامه بتلمع ازاي، بصوا نظافه. كمان مسحت بيها الطوب الحراري برضو اللي ورا الرخامه ده، رشيت بيها قلت اجرب، لقيتها زي الفل. ابتديت ان انا بقى اخش بقى على الاجهزه بقى، فرحت بقى خلاص. فبقيت ارش كده على الميكروويف الاقيه نضف، ادخل جوه الميكروويف يلمع وكله تمام تمام وزي الفل. طيب خلصنا بقى الفوطة وخلصنا الشرايح، دخلت للفوطة التالتة وهي بتاعت الازاز. شايفين الميكرويف عامل ازاي؟ قشطة. الفوطتين نفعوني، اللي قصدي البخاخة بخيت بيها، وفي نفس الوقت لمعت بالفوطة الخضراء بتاعت الدهون. فالاتنين بصراحة يعني مش قادرة اقول لكم البصمات والحاجات اللي بتبقى معلمة في الميكروويف راحت. الحاجات المعلمة بقى هنا هنا دخلت على الازاز بقى، خلاص انا كده خلصت الدهون، دخلت على الازاز. فقلت اختبر بقى فوطة الازاز. بقيت ارش ميه، يعني لازم ترشي ميه وبعد كده تمسحي بالفوطه. مفيش بقى اللي هي التجيره اللي احنا بنلاقيها على الازاز او البصمات، او ان يقعد يجير معاكي وانت تجيبي حته نظيفه قوي عشان تلمعيه. هي مسحه واحده بيرجع زي الفل. لو وصلتوا لغايه هنا اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. تعالوا بقى شوفوا العسل ده. الفرن بصراحه انا بقالي فتره جامده قوي قوي ما اشتغلتش فيه، يعني بقالي كتير ركناه، وفي نفس الوقت مليان دهون. ليه بقى؟ لان ولادي بيحطوا الطاسه ويطلعوا الطاسه ويحطوا الطاسه ويطلعوا الطاسه، طبعا بينزلوا دهون وبينزلوا وساخه في البوتاجاز. فانا بقى قلت خلاص بقى انا مش معقوله هي هتنضف كل ده. شايفين الفوطه مطلعه ايه؟ فقلت ايه، طب يلا بقى يا نهى خشي على الفرن. ففعلا يا بنات والله العظيم انا مش هحلف انتوا جربوا ويكلموا دعاء، وهسيب لكم زي ما قلت لكم رقم التليفون بتاعها، وهسيب لكم الصفح بتاعتها على الانستجرام وعلى الفيس، وكل حاجه تقدروا تتواصلوا معاها هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت. شوفوا بقى الجمال، شوفوا الدهون. انت مش محتاجه ولا باور ولا ليفه ولا اي حاجه، مجرد بس بمسح بالفوطه بتاعتهم دي بترجع زي الفل. ابتديت بقى انا ايه مع نفسي، يعني انا صورت لكم بس قطعه بسيطه كده عشان خاطر اوريكم بس هي عملت ايه، لكن انا بقى ابتديت مع نفسي في الفرن رجعته زي الفل تاني، والحمد لله. بقى بوتاجازي والميكروويف والغساله والفرن كله بصراحه بقوا زي الفل. تعبت بقى خلاص، واخر اليوم قلت ليوسف يلا يا يوسف عشان نفطر. حضرنا الفطار، كان عندنا بواقي عدس وقعدنا كده فطرنا. كان يوم جميل قوي ونظافه حلوه يا بنات. جربوا المنتجات على ضمانتي، واي حاجه فيها كلموني وانا هقول لكم بالظبط يعني